أهلا وسهلا بكم معنا في مسرحنا قصر ثقافة العمال في شبرا. نسعد بحضوركم معنا دائما، ونرجو من حضراتكم غلق الموبايلات، حيث نقدم لكم الليلة مسرحية حاول مرة أخرى، تأليف صالح كرامة، تدقيق لغوي مصطفى خليل، إخراج خليل تمام. نتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. زوجتي الحبيبة، أحبك حبا لن يعرفه البشر. أحس بالبرد في كل أغصاني. أنت حبي الأول والأخير. يكاد يقتلني أننا أكاد أحس بنفسي وأنا هنا. حبنا بلا نهاية ولا حدود، حبنا بلا خيانة ولا طريق مسدود. البرد ينقض علي بقسوة. أنت الحياة والموت. أكاد أختنق من شدة البرد. أنت الحياة والموت. أختنق من شدة البرد. أنت الحياة والموت. أختنق من شدة البرد. آه آه. لماذا أنت منفعلة في الجسد؟ هل أنت بخير؟ لما تركتني بالأمس. طلقتك أفضل من الآن. ماذا؟ أحس بالبرد لا أستطيع أن أتنفس. لقد أخبرتهم أن يحضروا لك البطاطين. ليس عليك إلا أن تضعي هذه البطانية حولك حتى تشعرين بالدفء. أأنت متضايقة من المجيء؟ لا، فأنت تؤدي عملك كمحامي منتدب من المحكمة. لقد أحضرت لك علبة الحلوى هذه. أترغبين فيها؟ حقا إنك تفكر فيه. حاولوا منع من إدخالها لك. هل قمت بعمل شيء من الشغل؟ فقط احتجبت وقلت لهم أوقفوا الطعام. طعامكم سم. هذا فقط ما فعلته. أجل. يقولون أنك كنت دائما تصرفين. وماذا في هذا؟ لا شيء. مجرد سؤال. أنا لا أريد البقاء هنا طويلا. أريد الخلاص من كل شيء، من أشعة الشمس ومن ضوء الصباح الشحيح ومن صليل أقوال السجن الكريهة. لم يعد لي متعة في البقاء على قيد الحياة. إذا عليك التعاون معي. كيف؟ وأنا امرأة قاتلة، وهذا ما أستطيع أن أبوح به باعتزاز تام. أنتم المحامون لديكم القدرة على التحايل وتسييف الخارق، تماما كالعصفور المخلوق يتنفس كثيرا من أنفه ويتملص بأجنحته. لا يدري لماذا يفعل هكذا. على كل حال هي محاولة من المقاومة من أجل البقاء. تسأل نفسك لماذا أتمسك بالخلاص من الحياة؟ أنا لا أرغب في الحياة. الحياة عندي هي التي تلد الموت من تلقاء نفسها. في كثير من الأحيان أمر على أناس يرغبون وأنقذهم. أنت تضيع وقتك معي يا سيدي. عد الذين أرسلوك. أنا أعرف أن ضميرك يؤنبك وأمثالك كثيرون. دون في نفسك. أنا لا أرغب في العيش، وليست لدي أي محاولة للرجوع إلى البيت سالما، فكل محاولاتك عبث معي. ها أنت تأتي إلى هنا كل يوم، تطرق باب الزنزانة حاملا دفترك العتيق، تستدعي كل مهاراتك في الاستجواب، تسألني نفس الأسئلة.
زوجك إحدى صديقاتك المقربات جدا منك ويناما سويا، وأين وجه الخطأ في أنني وجهت إلى رأسه رصاصة واحدة؟ تركت صديقتي الطرحة العارية. صدقني كان بإمكاني أن أقتلها، لكني تركتها لنفسها. ماذا تقول أنت؟ لا أدري. هل تصدق كنت على مقربة جدا من قتلها؟ رأيتها وهي تخفي وجهها بكفيها تستعد لتلقي الضربة من مسدسي بعدما رأت الدم ينزف من زوجي ويغطي الأرض. أنا في الحقيقة ترددت في أن أنهي حياتها معه. لقد أصبت بالشفقة. أنا لا أسميها شفقة، إنها شيء خفيف يأتي عند الصخب وعند استنشاق البارود. تأتيك هذه الشفقة وتضرب أعماقها بقسوة. والله كانت صديقتي عارية تماما أمامي كطائر مرتد يطلب الرحمة. ليتني فلقت رأسها. أحس أنني أخطأت. ماذا تقول أنت؟ لا أدري. كل هذا هراء. هراء؟ أن يقتل شخص ويشرع في قتل الآخر هراء؟ ده رجل فاشل. معصرة سيئة. لا، عليك أن تعرف أن للعواطف حدودا لا توصل. كان تحب وتكره في نفس اللحظة التي تقطع فيها رأس الضحية. أنا أقول لك بفم ملآن لا أرغب في الحياة. أنت في غاية العصبية الآن. لابد وأن لديك غاية لن تدركها معي. أنا أشفق عليك. قد اخترت مكاني. أنا لست معك. المحتمل لا يظل مكانه. أنا أفكر فيك كثيرا، وأنت في قناعة مع نفسك أنك مذنبة وتنتظرين القصاص. كيف أن تدخل امرأة إلى فراشك وهي في حل من ضميرها؟ إن زوجي هو المجرم الحقيقي يأخذ امرأة إلى فراشه ولا يتوقع مني شيئا. وأنا أريد أن أخلصك من كل هذا وأطهرك، وأنت مع الأسف ليس لديك الشجاعة أن تقولي لم أقتل. كيف أكذب؟ لم أقصد هذا. ماذا تقصد إذن؟ أن أنكر. ها؟ لقد قلت لك مرارا وتكرارا إن عاد زوجي فسأتعقبه حتى أخبر بك. وأنا على يقين من أنني مذنبة وتكتم هذا في نفسك بغية أن تحرره. لماذا تتسرعين في الحكم على نفسك؟ كيف؟ الكثير من المسائل يحتاج إلى رؤية وإلى قانون يغطي. فمن السخف أن نستسهل القتل على أنه جريمة عادية. ماذا يدور بذهنك؟ أنت تعرفين أنا لن أخرج معك. ما قصدته سيدتي هو أن الواحد قد يمان وأحيانا، ولكن عليه ألا يصد ما يقدم له من نصائح. فهناك حلول لكل شيء، من بينها أنك لم تقدمي على قتل أحد، فقد وجد مقتولا في الفراش. كيف؟ وجد مقتولا. ما وجه الغرابة في ذلك؟ لعل زوجك كان ينظف مسدسه وانطلقت منه طلقة طائشة أصابته في الرأس. لا أرى سببا يدعو لعدم التصديق. إنها جريمة وقد اقترفتها بيدي هاتين. أعرف. إذا اتركني. أنت لست طوع أمرك، أنت أمام العدالة. عدالتك أنت؟ دعيني أخبر. يا أستاذ، هناك بشر لا يتعظون وأنا منهم. الشخص الذي يتعظ هو الذي يفترض الفناء. الموت هو الموت، والشفقة التي تخرج من الفم هي نفسها التي تخرج من فم الآخر يحتضر. إنك تحطمين كل شيء. أبدا. أبنيه. الزيارة انتهت. لا تنسى تأكل الحلوى.
شاب تتمنى كيف حالك؟ أتمنى أن تكوني بخير. حالتي النفسية تزداد سوءا من الرطوبة ولعنة البرد. عرفتك بالأمس وأنت في حالة من التوتر والعصبية. كنت خائفا عليك من الوضع. إنني ألاحظ أنك تعانين من الكحل المستمر. هل أحضر لك طبيب السجن لمعالجتك؟ لا داعي لذلك، سوف تزول بمرور الوقت، قد تعودت عليها. ليس عليك إلا أن تضعي هذه البطانية حولك حتى تشعرين بالدفء. هيا نستكمل مكان بالأمس. سبق وأن قلت لي أنك أصبت بالشفقة وأن تقدمين على قتل صديقاتك. تراجعت. أيها المحامي، لقد قلت لك أن العاطفة باغتتني وشلت تفكيري في أن أقتلها وأدعها. ليتك خطأتها فتصبح جريمة محتمل الطبقات وباستطاعتي إنهاؤها بسهولة. تقول هذا أيها المحامي؟ هذه حقيقة. باستطاعتي أن ألوي ذراع القانون لما ألوي ذراع هذا الطفل. انظري ماذا وجدت. ماذا؟ هذا الطفل يا إلهي، فضلعه ابنتي في جيبي. كم عمرها؟ 10 سنوات. أتحبها؟ هي ابنتي ولم أكرهها. أنا لم أقل هذا. دعي من هذا. ألم تلاحظي شيئا في هذا الطفل؟ ماذا؟ انظري إلى بحوث عينيك كأنها تحدق في بتمعن بعيد المدى. نعم، أراه كذلك. كأن ابنتي تريد أن تخبرني باختياراتها لي. واضح أنها فتاة ذكية تدرك تماما ماذا تفعل. فوضعته في جيبي من أجل تنفيذ رغباتها. لعلها تريد أن تذكرك بشيء هام. حقا إنها تريد أن تذكرني بلحظات صعبة قمت فيها بإيقافتها مما أوجد بداخلها شعورا بالصدمة والفزع. أحيانا الواحد منا يتوهم ثورة من الوحدة والعزلة ناتج عن رؤية شيء مهم طبع بداخله ولا يستطيع مقاومته. لكن وجود الضفدع له دليل غامض على أنني محاط بالسر، ولكن بعد صراع من التفكير تقررت لفك شفرات هذا الدليل الغامض. أنا لا أرى شيئا يستدعي كل هذا الاهتمام. هذه مجرد دعاء. أنا أعرفها جيدا. إنك تتمتع بذكاء خارق. هي من النوع العصبي نتيجة تراكمات تغوص في عقلها الباطن. الله تحاصرني بهذا الضفدع في كل مكان. وما الخطأ إذا؟ إنها تتوهمني عدوا قادما نحوها كأنني سبب كل معاناتها الذاتية. وما معاناتها؟ دعك من هذا الآن، سوف أشرح لك فيما بعد. عليك الآن أن تتذكري الأوقات الحميمة لكي لا تنسيها. أنا أعرف أن الإنسان كائن قابل للتعايش مع الفئران إن أراد، بل باستطاعته التعايش مع الجن إن أراد. بإمكانك أن تعيشي معه. عاشوا معي أكثر من 10 سنوات ولم أتضايق منه. أفضل. كانوا يزورونني كل يوم. هنا هذا المكان لا يدخلونه أبدا. لماذا؟ لأنهم يعتبرونه مكانا نجسا. غريبة. أتريد أن تراهم؟ إنك تقولين لا يوجد أحد منهم هنا.